دائما بستصعب أكلة الششبرك لأنه بدها وقت كتير وشغل كتير، فقررت اشتري قالب الششبرك وجربه وأعطيكم رأيي فيه. بهالجو صار بدها لأنه أكلات لبن، وعن جد هاي الأكلة من الأكلات المميزة عندي. أول شي رح جهز للعجينة، بحتاج لكوبين من طحين متعدد الاستعمالات، ورح ضفلن رشة صغيرة من الملح، ومنحركن هيك شوي مع بعض. هلأ المي ما فيني أعطيكم عيار، يعني أنتوا بتحطوا بتعجنوا لحد ما تصير عندكم عجينة متماسكة وغير متلاصقة. أنا تقريبا احتجت ل3/4 الكوب مي. ضليت عم أعجنها تقريبا 10 دقايق لحد ما وصلت لهذا القوام وهذا الملمس الناعم. هلأ رح أتركها ترتاح شوي لبين ما نحضر الحشوة، اللي هي عبارة عن 300 جرام لحمة، ويفضل تكون لحمة خروف، وضفتله فوق منها بصلة مفرومة ناعمة، وكمشة صغيرة من الكزبرة الخضراء، وضفتلها شوية ملح وشوية فلفل. وهلأ رح حركهم مع بعض، وهيك بتكون جهزت عندي الحشوة. طبعا كمية الحشوة بتختلف عندكم على حسب كمية الطحين كمان. هذا العيار مناسب، كاستين طحين و300 جرام لحمة. هلأ هذا هو قالب الششبرك، وهلأ رح آخد قسم من العجينة، وبقيم الباقي رح غطيها لحتى ما تنشف. وهلأ بالشوبك رح مد العجينة لحد ما تصير عندي رقيقة، وكتير كتير مهم تكون عندي العجينة رقيقة لحتى ما تطلع معي سميكة على الطبخ وتعجن. شايفين هاي السماكة كتير ممتازة. هلأ منجيب قالب الششبرك، لازم نرشه بالطحين كتير، حتى أنا عندي العجينة من تحت حطيت لها كتير طحين مشان ما تلزق عندي على القالب. تمام. وهلأ عم حط الحشوة بقلب الفتحات تبع القالب. أنا هون عندي إياها طبعا نية اللحمة، لا تخافوا هي أكيد رح تستوي على الطبخ. وهيك جهزت عندي، يعني هون أنا عملت 60 حبة ششبرك بدفعة واحدة. عن جد كتير كتير سهل الشغل علي. وهلأ أنا مديت طبقة عجين تانية ورقيتها بنفس رقة العجينة اللي قبلها، وحطيتها فوق الحشوة. وهلأ عم مشي الشوبك بهذا الشكل. شايفين هون عم تبين معي التقطيعات تبع حبات الششبرك. هلأ عم شيل العجينة اللي عالداير، وهلأ منمسك القالب بالعكس مثل ما يكون شايفين، ومننزل الحبات اللي طلعوا معنا. وحجمهم طلع كتير حلو ومناسب بالنسبة لإلي، أنا هيك كتير بحبها صغيرة. طبعا في عندكم قياسات لهذا القالب، في عندكم بيطلع حجمهم كبير وفي حجم صغير. شايفين ما أسهل، وعن جد كتير سهل، يعني كل 60 حبة اعملهم سوا. ولازم لما تصفوهم بالصينية ترشوا تحتهم أول شي طحين، بعدين بتحطوا الحبات وفوق منهم كمان بترشوا طحين لحتى ما يلزقوا. وهلأ بدنا نجهز لطبخ اللبن. هون عندي 2.5 كيلو من اللبن، يعني الزبادي. وهلأ أول شي بالهاند بلندر لازم اطحنهم شوي، تقريبا شي دقيقتين بس مو أكتر. هلأ بضيف عليهم ملح حسب الرغبة، أنا ضفت لهم تقريبا معلقتين صغار ملح. وهلأ رح ضيف لهم 3 معالق كبار نشا. رح حركهم كتير منيح ليتجانسوا مع بعض، وبعدها رح ارفعهم على النار. شوفوا لي اللبن هون بعد ما سخن ما شاء الله قوامه بجنن. وهلأ رح ضيف له 3 معالق من الرز المسلوق. في ناس كتير بتاكل جنب هالأكلة رز مفلفل، بس نحن هيك متعودين إنه منضيف له شوي من الرز المسلوق بقلبها. ما رح تبين نكهته كتير، بس هيك عن جد كتير طيبة بتطلع. وبعد ما نزلنا الرز نزلنا حبات العجين ونوصنا الغاز للوسط، وكل شوي منحرك فيهم لحد ما تلزق عندي حبات العجين بالطنجرة. وهون على جنب بالمقلاية حطيت معلقتين سمنة ومعلقتين توم مهروس وجرزة كبيرة من الكزبرة. قلبتهم تقليبتين مع بعض لحد ما تطلع عندي ريحة الثوم والكزبرة، وبعدها ضفتهم فوق اللبن. هلأ أنا هون مكترة شوي كزبرة لأنه نحن هيك كتير بنحبها. وهلأ هيك صارت جاهزة للسكب. أول ما تنزلوا الكزبرة لازم فورا تطفوا النار وتسكبوها لحتى ما تسود عنا الكزبرة. هلأ في كتير ناس ما بيحطوا الكزبرة بقلب اللبن مثل ما أنا عملت، بيضيفوها آخر شي بعد السكب. ولهون وصفتنا لليوم بتكون خلصت. بتمنى تنال إعجابكم ويكون الفيديو استفدتوا منه وحبيتوه. لو عجبكم ما تنسوا تدعموه بلايك، وشكرا كتير لمتابعتكم.